بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، استأنف مركز ذي قار التخصصي للملاكمة تدريباته. أحمد يونس والمزيد. بعد توقف لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا، مركز ذي قار التخصصي للملاكمة يستأنف تدريباته اليومية وسط ارتفاع عدد المتدربين ولعدة فئات عمرية ومن كلا الجنسين. القائمون على المركز يباشرون عملهم بشكل تطوعي، وهم يأملون بأي التفاتة من الحكومة المحلية أو وزارة الشباب والرياضة تمكنهم من تطوير الدور الذي يقومون به. يعني احنا بسبب وباء كورونا ووقفنا، اعطيناهم عطله على مود الوباء انتشاره، بعد تدري انت، ووراها هسه عاودنا الاستمرار بالتمارين بالوحدات التدريبيه، ورجعوا لاعبينا الاساسيين بالمدرسه وتسجيل دورات جديده للمتدربين الجدد. احنا عالم هاي هسه تقريبا عندنا بال 75 لاعب هسه محتوين، هاي الشباب محتوينها. نريد لنا واحد ما اعرف شنو، ما اعرف يعني، وحكومه ما تجي مسؤول يجيك يقول لك انت شنو. أولياء أمور المتدربين يجدون في المركز ملاذا آمنا يحتضن أبنائهم ويطور إمكانياتهم ويصقل موهبتهم، وهم يثنون على الدور التربوي الذي يقدمه المركز إضافة إلى الجانب الرياضي. ونسأل كل إنسان شريف، كل إنسان يهم أمر بلده أو حتى المحافظة بالذات، أن يولي بنظر الاعتبار يخلي بعينها المجموعة الموجودة هاي من الشباب ويحاول يوليهم دعم وإسناد. هنا عندي ولد أخوي اثنين هم، وجبت ابن أختي هم وياهم، أحسن من الشارع نحافظ عليه. وهنا هاي المدرسة بالكادر مالها وقيادة الكابتن صلاح أول ما يعلمهم الأخلاق والتربية، وبالإضافة إلى الرياضة هاي النبيلة. ويعاني المتدربون من الإمكانيات المحدودة للمركز، كون لعبة الملاكمة بحاجة إلى الكثير من التجهيزات الخاصة التي ترافق التمارين. ويعد مركز ذي قار التخصصي للملاكمة المكان الوحيد في المحافظة الذي يهتم برياضة الفن النبيل ويوسع قاعدتها. فإحنا محتاجين إنه أي جهة مختصة أو معنية تساعدنا على إنه شنو، على إنه يساعدون اللاعبين بتجهيزاتهم والدعم المعنوي أهم شيء طبعا للاعبين. إلى الملاكمة طموحي إن شاء الله أصير بطل العراق. هم إخواني هنا تسجلوا وبعد بنحشوا لي عليها، أنا أحب هاي اللعبة حبيتها فجيت سجلت هنا. طموح المتدربين في المدرسة التخصصية أكبر بكثير من موجوداتها المتواضعة والتي تعيق ميرانهم. من الناصري، أحمد يونس، العراقية الرياضية.